السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء مدرج التالتة، يا مساء الفل عليكم. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا الساحة الرياضية مولعة بقالها أسبوع وأكتر. زيزو رايح فين؟ الونش رايح فين؟ مين هياخد من الأهلي؟ مين هياخد من الزمالك؟ عندي شيكات مفتوحة، عندي الميزانية مقفولة، عندي مش عارف إيه. يا جماعة يا جماعة يا جماعة بالله عليكم، خلوا مجالس الإدارات تتكلم زي ما هي عايزة، مفيش مشكلة. وده طبيعي بين كل مجالس الإدارات، ده طبيعي إن ده يصرح بحاجة، ده يصرح بحاجة. ممكن 100% من الكلام ما يكونش صح، بس اللي هو إيه، تسخين يعني. طيب، اللي بيحصل بقى في المدرجات ده، الكلام دوت أنا اتكلمت عليه من زمان ومن فترة كبيرة جدا. شتيمة هنا وشتيمة هنا وشتيمة هنا، وكل واحد بيبرر لنفسه حاجة. أنا هشتم فلان عشان عمل حاجة، وهشتم النادي الفلاني عشان عمل حاجة، وهشتم مش عارف مين عشان عمل حاجة، وبيبرر لنفسه. طب ما هو قبل كده الجماهير برضو الناحية التانية برضو حصل معها نفس الكلام، وطلعت انتقدت وقلت ازاي الجماهير التانية تعمل كده؟ الجماهير دي مش محترمة، جماهير مش عارف ايه طب انت فين النهاردة؟ امبارح خسرت من فريق، والله ما عارف اقول اسمه، شيليسيوس ولا سيليسيوس ده، وخرجت من الكونفدرالية. طيب المشكلة بقى فين؟ يعني انت مشكلتك فين؟ مشكلتك ان لعيب مشي؟ دي مصيبة اكبر. يعني انت لو هتعتمد ان لعيب واحد بس هو اللي كان بيكسبك، دي مصيبة اكبر، مصيبة اكبر، وما كنتش انت بتتكلم فيها، وما كنتش عامل حساب يوم زي ده. ازاي انت معتمد على لاعب واحد هو ده اللي بيكسبك، وهو دوت في الاوقات الصعبة اللي بيعديك؟ ازاي ما كنتش عامل حسابك ان في يوم من الايام اللاعب دوت ممكن يحترف، ممكن يعتزل؟ هو اللاعب ده ايه، مخلد؟ انتوا ايه يا جماعة؟ في ايه؟ مشكلتكم فين؟ ما تدوروا على المشكلة الأساسية. لعيبة وجبته، في خط الدفاع لعيبة وجبته، خط النص لعيبة وجبته، الخط الأمامي كله لعيبة وجبته، الأطراف لعيبة وجبته. ايه بقى تاني؟ الوينجات لعيبة وجبته. آه آه في الباكات لعيبة وجبته. الله، ايه تاني؟ ايه تاني؟ مشكلتكم فين؟ انتوا مشكلتكم فين؟ مش عايزين تعترفوا. انتوا مش عايزين تعترفوا، مش عايزين تعترفوا ان المشكلة عند مجلس الإدارة. المشكلة عمرها ما كانت في اللعيبة. على فكرة طول عمر الأهلي والزمالك يلعبوا بلعيبة ناشئين، وكلنا عارفين كده، وانتوا عارفين كده قبلينا. بس انتوا ما بتلاقوش حاجة تقولوها غير ان هو مين اللي نشتم فيه ونغلط فيه؟ هو الأهلي. هو الأهلي اللي عامل لنا كل المشاكل دي. ازاي؟ محدش يفكر لا لا احنا عندنا مشاكل يبقى هو الأهلي، لعيبة ماشية يبقى هو الأهلي. يا عم تحافظ على لعيبتك، حافظ على اللعيبة. طالما مش قادر بتتكلم ليه؟ بترمي مشاكلك على غيرك ليه؟ دور على المشكلة الحقيقية، دور على المشكلة الحقيقية. طول عمر نادي الزمالك مشاكله في مجلس إدارته، وكلنا عارفين كده كويس. ليه بقى مش عايزين تعترفوا؟ صححوا. اعترافكم هو بداية الطريق ده لو عايزين يعني، بس كلها مصالح شخصية. ده حتى اللي انتوا طالعين بيه السما دلوقتي، كابتن ميزو من كام شهر كان طالع مش بيغلط، بس اللي هو ايه، بيتهكم على ناديكم. ده النادي بيكسب بالحكام، ده انا لما كنت ماسك فلان الحكام كانت بتعمل كذا، انا لما كنت ماسك فلان الحكام بيعمل كذا. محدش نطق ومحدش اتكلم في حاجه زي كده، وساعه ما جه طلعنا بيه السما. ده هو ده اللي هيحلها،
ده هو ده اللي معاه السيف، هو ده اللي هيحل الدنيا. طب اهو جه وضحك عليكم، ومعايا شيكات ومش معايا شيكات مفتوحة، وهجيب فلان وهجيب فلان، اصل كنت قاعد مع فلان، اصل كنت قاعد مع فلان، وفلان نفسه يجي وفلان نفسه يجي. نفسه يجي ليه؟ عندكوا ايه مميز يجي عشانه؟ محدش هيتكلم في حاجة زي كده. ارتقوا ارتقوا يا جماعة، شوفوا مشاكلكم فين وحلوها، بدل ما انتوا بترموا مشاكلكم على شماعة غيركم. السلام عليكم.